الأيام وأنا بدور على قصص غريبة حصلت لناس على الدارك ويب، لفت نظري موضوع غريب جدا. الموقع اللي كان مكتوب فيه الموضوع ده كان مليان ناس بتحكي قصص غريبة حصلت معاها، قصص ليها علاقة بالجن والسحر والحاجات اللي محدش بيحب يتكلم عنها. لكن معظم القصص اللي هناك كان باين عليها مبالغ فيها جدا، أو بشكل عام واضح إنها متألفة يعني. لكن في قصة واحدة شدت انتباهي. القصة كانت مكتوبة بتفاصيل غريبة، تفاصيل تخليك تحس إن الشخص اللي كتب الكلام ده ما كانش بيحكي قصة، هو كان بيحكي تجربة عاشها فعلا. وأكيد العنصر اللي موجود في القصة دي مفيش غنى عنه، وهو الفضول. ازيكم يا عيلة ميجو، عاملين ايه؟ كله تمام؟ بما انكم شايفين يعني ان ده اول فيديو ليا في القناة، فانا عايزكم تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، لان انتوا اكيد عارفين ان دعمكم هيفرق معايا جدا في بدايتي في القناة الجديدة. حاجة بسيطة خالص مش هتاخد منك وقت والله، هتنزل تعمل لايك وتطلع تتفرج على الفيديو تاني، لان اللايك بيساعد الفيديو انه ينتشر وده هيفيدني جدا. وعشان ما اطولش عليكم عايزين نعمل شوية طقوس بسيطة جدا، وهي انك تطفي النور حواليك وتعمل كوباية القهوة وتحط الهاند فري، ويلا بينا. القصة كانت لشاب اسمه محمود. محمود كان شاب عادي جدا، كان طالب في الجامعة بيقضي وقت كبير على النت زي أي حد فينا. محمود كان مهتم بالحاجات الغامضة شوية، زي قصص الرعب والحاجات اللي ليها علاقة بالجن. وعلى فكرة ده محتوى القناة لو محدش يعرف، لكن اهتمامه في الوقت ده كان مجرد فضول مش أكتر. بس في يوم من الأيام قرر إن هو يدخل على الدارك ويب، وقعد يحاول ويحاول ويحاول لحد ما فعلا قدر إن هو يدخل. بس وهو بيتصفح منتدى غريب جدا موجود على الدارك ويب، لفت نظره موضوع عنوانه غريب جدا. كان مكتوب في العنوان: بعضا من الكلمات كفيلة أن تغير حياتك تماما، إلى من حياته بائسة ويائسة وليس لها فائدة فعليه بقراءة هذا الطلسم الذي سيكون سببا واضحا لحل جميع المشاكل. طبعا اي حد فينا هيشوف عنوان زي ده هيحصل له حاجه من الاتنين: يا اما هيقفل الموضوع فورا، يا اما الفضول هيسيطر عليه ويخش يشوف ايه اللي مكتوب. ومحمود اختار الاختيار التاني، فتح الموضوع وبدأ يقرأ اللي مكتوب. الموضوع كان مكتوب فيه كلام غريب جدا، شوية رموز وكلمات قديمة ملهاش أي معنى، وتحت الكلام ده كله في جملة صغيرة مكتوبة. الجملة دي فيما معناها يعني إنك ما ينفعش تقرأ الطلسم ده أكتر من مرة، وإلا ممكن يحصل لك حاجة. محمود ساعتها مكدبش عليكم وقع في الأرض من الضحك، افتكر إن الموضوع مجرد هزار أو حد عمل المنتدى ده كله أصلا عشان يعمل مقلب في الناس، وعشان يثبت لنفسه إن الكلام اللي مكتوب ده ملوش أي 30 لازمة. قعد يقرأ الكلام بصوت واطي زي ما هو مكتوب. خلص قراية الموضوع واستنى شوية، قعد ساعة اتنين تلاتة، طبعا ما حصلش أي حاجة. محمود لما ملقاش أي حاجة حصلت قفل اللابتوب ودخل ينام. لكن بقى من بعد ما الليلة دي عدت بدأت الحاجات الغريبة تحصل فعلا. أول حاجة لاحظها وهو بيصلي، محمود بيقول إنه كان بيصلي العشاء في أوضته وكل حاجة كانت عادية جدا، لحد ما وصل لمرحلة السجود. وهو ساجد حس بإحساس غريب جدا، إحساس إن في حد كان واقف جنبه في الصلاة. في الأول هو افتكر إن ده مجرد إحساس عادي، يمكن بسبب التعب أو إن هو قاعد يفكر في الموضوع ده وعقله بيلعب بيه. لكن هو بيقول إن الإحساس ساعتها كان واضح جدا، كان حاسس إن في شخص واقف على يمينه بالظبط. طبعا خلص صلاة بسرعة جدا وبص حواليه ملقاش أي حد موجود. ونفس الموضوع اتكرر تاني اليوم اللي بعده، لكن المرة دي الإحساس كان أقوى من المرة اللي فاتت بكتير. وهو بيصلي حس كأن في حد بيتحرك جنبه، زي ما يكون شخص تاني بيصلي معاه. ساعتها هو مقدرش يستحمل لدرجة إنه وقف صلاة وبص حواليه. لكن أنت مستني إيه؟ محمود لقى الأوضة فاضية. الموضوع ساعتها بدأ يخنقه ويضايقه شوية. لا، أنا مش، أقسم بالله سمعت صوت حد بيمشي بره. أنا يا جدعان في الشقة لوحدي على فكرة. ربنا يعدي الفيديو ده على خير عشان قلبي مقبوض وقسما بالله. خلينا نكمل. زي ما كنا بنقول الموضوع بدأ يضايقه شوية، لكنه ساعتها حاول يقنع نفسه إن ده مجرد توتر وإرهاق. لكن اللي حصل له بعد كده كان أصعب بكتير من إنه يتفسر. بعد حوالي أسبوع محمود كان بيصلي الفجر، البيت كله كان نايم والدنيا كانت هادية جدا. محمود بدأ الصلاة بألله أكبر، ولما وصل للركوع سمع صوت حركة خفيفة جدا، زي صوت هدوم بتتحرك مثلا في الأوضة أو حد بيمشي. محمود بدأ إن هو يوقف الصلاة مرة تانية، رفع راسه بسرعة لكنه
ملقاش أي حد موجود في الأوضة. رجع يكمل صلاته تاني لكن قلبه كان بيدق بشكل مخيف، ولكنه لما نزل للسجود المرة دي كان متأكد كان في حد ساجد جنبه، مش مجرد إحساس، هو كان حاسس بوجوده بوضوح لدرجة إنه حس إن المسافة ما بينهم كانت قليلة جدا، وكان حاسس بسخونية جسم الشخص اللي جنبه ده. محمود خلص صلاة بسرعة جدا وفضل قاعد باصص في الأرض، كان خايف حتى إنه يرفع عينه ويبص يشوف في حد موجود في الأوضة ولا لأ. بعد ما اليوم ده عدى محمود بدأ يلاحظ إن في حاجات تانية، كل مرة محمود كان بيقف يصلي فيها كان بيحس إن في حد تاني موجود معاه في الأوضة. وفي مرة وهو واقف بيصلي لمح حاجة غريبة جدا بطرف عينه، لمح ظل الشخص كان واقف جنبه وهو بيصلي. المرة دي ما كانتش صوت بس، فضل واقف مكانه ومش قادر يتحرك، حاول يقنع نفسه إن ده مجرد خيال لكن الظل كان واضح جدا قدامه. محمود بدأ يخاف فعلا، وقتها افتكر الموضوع اللي قراه على الدارك ويب، ممكن يكون ده هو السبب اللي خلاه يحصل له الحاجات دي. رجع للمنتدى ولكنه اكتشف ان الموضوع ده اختفى من عليه تماما، الموضوع كله اتشال، وفضل ايام كتير جدا الحاجات دي بتحصل له وما كانش عارف يعمل ايه، لحد ما جه في باله انه يحكي لواحد صاحبه قال له يروح لشيخ. في الاول محمود ما كانش مقتنع بالكلام ده، لكن الحاجات اللي كانت بتحصل له كانت كفيلة تخليه يتحرك لوحده للشيخ ده. الشيخ سمع القصة كلها وسأله سؤال واحد بس: انت قريت حاجة غريبة قبل ما يحصل لك الكلام ده؟ محمود بدأ ان هو يسكت شوية وبعدها حكاله عن الموضوع اللي قراه على الدارك ويب. الشيخ ساعتها اتغيرت ملامحه وقال له جملة غريبة، قال له في حاجات مجرد ما تقراها بس ممكن تفتح لك باب. محمود سأله باب ايه، لكن الشيخ ما ردش عليه خالص، قال له بس انه لازم يكمل في صلاته ويلتزم بيها ويقرا قرآن كتير جدا وما يفكرش في المواضيع اللي حصلت معاه دي تاني خالص. محمود فعلا عمل زي ما الشيخ قال، ومع الوقت الإحساس فعلا بدأ يقل. لكن في مرة بعد شهور عدت على الكلام ده وهو بيصلي حس بنفس الإحساس القديم، بس الإحساس ده كان للحظة واحدة بس، إحساس فعلا إن في حد واقف جنبه. لكن المرة دي محمود محطش في باله ومبصش ناحية الظل ده أصلا، غمض عينه وبدأ إن هو يكمل الصلاة بتاعته. ومن يومها الحاجات دي ما حصلتش تاني لمحمود. لكن محمود كتب جملة واحدة في نهاية الموضوع، إنه لحد النهاردة لما بيصلي لوحده أحيانا بيحس إن في حد واقف جنبه حتى لو كان صوت بس. وبس دي كانت نهاية فيديو النهاردة، أتمنى إن يكون عجبكم. ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكوا كل جديد، واستنوا الفيديو الجديد قريب بإذن الله. سلام.